أنا ممرضة، وكل يوم الدكاترة بالليل بيدخلولي واحد ورا واحد علشان أسعار رخيصة وبريحهم كلهم. كنت في مرة في الشيفت بتاعي اللي كان ليلي، وفي الوقت ده صاحبتي قالت لي: يا بنتي اهدي على نفسك كده، هو انتي على طول ضحك وهزار كده مع الدكاترة؟ ما ينفعش اللي انتي فيه ده، هتتفهمي غلط. قلت لها: انا بعمل ايه يعني؟ انتي اللي مكبرة الموضوع، مفيش حاجة انا بعملها غلط. قالت لي: يا بنتي اهدي على نفسك كده، وما ينفعش دخلتهم وخرجتهم ليكي كده كل شوية بالليل، سمعتك حافظي عليها. انتي بس مش عارفة انتي مكبرة الموضوع كده ليه؟ هو انا بعمل ايه يعني؟ ما انتي عارفة اللي فيها. قامت قالت لي: المهم انا حذرتك، وعموما خدي بالك بقى، علشان اللي انتي فيه ده غلط في غلط وما ينفعش، وكده هتلاقي نفسك ان انتي بتغلطي غلط كبير جدا. يا بنتي بلاش تكبري الموضوع قوي كده، ما انتي عارفاني كويس. انا عارفاكي، بس الناس ما تعرفكيش، ودخولهم وخروجهم عندك بالشكل ده اكيد هتلاقي نفسك ان فيه شبهات. المهم خدي بالك. المهم سابتني وخرجت، وانا بصراحة عمالة افكر: ايه ده؟ هو انا بعمل ايه؟ وهي ازاي تكلمني كده؟ وهي مالها اساسا؟ دي حاجة مش بتاعتها، دي حاجة بتاعتي انا. اتكلم مع اللي انا عايزة اتكلم معاه، واعيش حياتي زي ما انا عايزة اعيش، لا ليها دخل ولا ليها حتى ان هي تقولي انا اعمل ايه. المهم كنت متضايقة قوي ومتكادة، لحد ما بعديها لقيت الدكتور بيخبط وبيقولي: هو انا ينفع ادخل؟ اه اتفضل ادخل. قال لي: بصراحة كده انتي حد جميل جدا. شكرا جدا ليك. لا شكرا ايه، بصراحة انتي لا مقاومة لجمالك. ايه الجمال ده كله؟ هو حضرتك في حاجة؟ لا، بس بصراحة سحرتيني وعجبني جمالك وعجبني اللي انتي فيه وكل الكلام ده كله. تمام شكرا. قال لي: ايه رأيك لو بكرة الصبح اعزمك على فنجان قهوة بعد ما تخلصي؟ ايه؟ لا مفيش داعي شكرا. لا هعزمك بكرة على فنجان قهوة، اتفقنا؟ وقام خرج وقام سايبني، حتى ما ادانيش فرصة ان انا اعترض او اقول لا او اقول اي حاجة. وانا كنت عمالة افكر هو عايز ايه ده وماله بيا ده. المهم محطتش في دماغي حاجة لحد ما جه تاني يوم ولقيته دخلي وبيقول لي: ها بقى، جهزي نفسك، انا هطلع اطلع العربية بتاعتي من الجراج على ما انتي تكوني جهزتي، وهستناكي بره علشان محدش يشوفنا وكده. صدقني انا مش عايزة، انا عايزة اروح اساسا، تعبانة وعايزة انام. مستنيكي، يلا بقى اسمعي الكلام. وقام خد بعضه وقام خرج فعلا. وانا كنت عمال افكر، وانا بصراحة مستغربة جدا منه، لانه كان غريب قوي معايا، واول مرة يتعامل معايا بالشكل ده. المهم بعديها جهزت نفسي وخرجت، لقيته واقف لي على اول الشارع عند المستشفى، وفعلا رحت ركبت معاه وقام خدني ورحنا على كافيه كده، وفعلا شربنا قهوة والكلام ده كله، وجاب لي حاجة خفيفة ان احنا نفطرها مع بعض. ولقيته قام حط ايده عليا وبيقول لي: بصراحة كده انا شايف ان انتي جميلة قوي، وشايف ان كل حاجة فيكي كده مظبوطة، جسمك، شكلك، هيئتك، اهتمامك، كل الكلام ده كله. ميرسي يا دكتور. شكرا جدا ليك. وبعد كده روحني وما حصلش اي حاجة. المهم عديت وقلت ممكن عزومة عادية، انا محطتش في دماغي اي حاجة، واتصرفت بتلقائية زيادة وما كانش في دماغي اي حاجة نهائي. المهم فضل الحال مستمر بيا على كده لحد ما لقيته في مرة بيكلمني: بقولك ايه رأيك ان انتي تيجي معايا النهاردة كده على البيت عندي؟ نعم، اجي فين ان شاء الله؟ البيت عندك ده ايه اللي انت بتقولهولي ده؟ قال لي: بصراحة كده انا معجب بيكي، وعادي يعني هناخد وندي كده بشكل ودي من غير ما حد يشوفنا مع بعض، وعلى الاقل نبقى على راحتنا اكتر. انت اتجننت ولا ايه؟
انت عارف انت بتقولي ايه؟ انت ازاي اصلا شفتني كده؟ انا مش كده نهائي. واوعى ان انت تطلب مني كده او اي حاجة من دي مرة تانية، ولو سمحت احترم نفسك من بعد النهاردة. وقمت قافلة في وشه. وانا طبعا كنت هتجنن، ازاي شافني كده وقال لي الكلام ده كله. المهم في الوقت ده جه ممرض جديد وبدأ ان هو يتدرب معانا، وكل حاجة كان تحت التدريب لحد ما نشوف هو كويس ولا لا. فانا اللي كنت معاه وبساعده وبدربه وبعمله شوية حاجات والكلام ده. وكانت الدكاترة قالوا لي اشوفه هو مثلا عايز يتعلم ايه اعلمه، لاني انا كنت توب جدا في شغلي وكنت حد كويس جدا في الشغل. فالمهم بدأت ان انا اشوف قد ايه الممرض ده شخصية كويسة جدا، وبدأ هو كمان الاقيه شايفني وعمال يبصلي والكلام ده كله. فبصراحة ما اقدرش انكر اني اعجبت بيه، بس في نفس الوقت رجعت اللي هو لا، ايه ده، في ايه، ما ينفعش كده. وعلى جانب تاني عايزة اقول لكم اني انا اساسا بجيب بتاع هدوم ميك اب الحاجات دي كلها وببيعها عندي هنا في المستشفى، حاجة جنب القبض بتاعي. واهو بلقط عيشي من هنا وبلقط عيشي من هنا، لحد ما لقيت دكتور داخل وبيقول لي ايه بقى، وريني الحاجة اللي عندك، انا بثق جدا في ذوقك وعاجبني الحاجات اللي انت بتجيبيها، بس الاسعار تبقى مهودة كده. قلت له ما انت عارف ان انا اسعاري رخيصة على الاخر ومريحة وبتريح يعني. قال لي طيب تمام، يلا بقى فرجيني ووريني ايه اللي معاكي. وفعلا بدأت اوريه الحاجة، وساعتها خد مني حاجات كتير وقام خرج. وفي الوقت ده دخلت برضه دكتورة وبدأت ان هي تشتري مني ميك اب. انا مش بس ببيع لبس رجالي، انا ببيع لبس رجالي وحريمي وميك اب وكل الحاجات دي عموما. فانا معروف دايما اني بالليل بستغل الوقت ان المستشفى بتبقى هادية، وببقى الأوضة عندي ناس داخلة وناس خارجة علشان خاطر أنا ببيع الحاجات اللي أنا بجيبها، وعلشان خاطر أنا حابة يبقى معايا فلوس، وفي نفس الوقت أديني بلقط أكل عيشي وبلقط رزقي من هنا ومن هنا. المهم كنت على الحال ده، وهو بصراحة لقيته بيقولي الممرض ده أنا فخور جدا إن انتي بتحاولي تشتغلي على نفسك وبتحاولي ان انتي تلقطي من هنا ومن هنا ومش مكسوفة ومش اي الكلام ده. في بنات ممكن تتكسف وتقول لا هبيع هنا هدوم والكلام ده، بس انتي كل اللي انتي شايفاه ان الشغل مش عيب ولا حتى حرام. قلت له اكيد طبعا الشغل لا عيب ولا حتى حرام، وطالما انا عايزه اكلها بالحلال يبقى مفيش حاجه ان انا اتكسف منها او اخجل منها. المهم بدأ يحاول يقرب مني اكتر واكتر، لحد ما لقيته في مرة بيقول لي بصراحة كده انا معجب بيكي جدا وعايز اخد خطوة وان انا اجي اتقدم لك. انا فرحت قوي من كلامه لاني انا كمان كنت معجبة بيه، وقلت له طيب تمام ماشي. فقال لي خلاص هحدد يوم وهاجي اقولك. المهم على جانب تاني بقى اكتشفت ان هو بعديها راح قال للدكتور اللي كان عايزني اجيله البيت، وقال له انا بصراحة معجب بالممرضة كذا وعايز اروح ان انا اتقدم لها. فقلت استشيرك لاني شايف دايما ان هي بتبقى شغالة تحت ايدك وكل شغلها معاك، فانت ايه رأيك في الموضوع؟ ساعتها قال له ابشع كلام، قال له نعم انت عايز تتجوز من دي الرجالة داخلة طالعة خارجة من عندها، هو انت مش شايفها ولا ايه؟ ده حتى ربنا يستر على ولايانا، خلي الطابق مستور. ايه؟ ايوه، خليني ساكت، دي ياما عرضت نفسها عليا وانا كنت اقول لها احترمي نفسك، اللي انتي فيه ده ما ينفعكيش، واللي انتي بتعمليه ده اكبر غلط وما يصحش كده، بصي لشغلك واكل عيشك وبس. طبعا هو سمع الكلام ده اتصدم، وبعديها جالي وقال لي بقولك ايه، انتي اللي انا طلبته منك. قلت له ايه؟ انسى ايه؟ انا مش فاهمه. قال لي يعني انا مش هجيلك ولا اي حاجه. قلت له ايه ده، ليه، انا في ايه، انا عملت ايه؟ قال لي انا الدكتور فلاني قال لي عنك ابشع كلام قذر ومقزز جدا، قال لي كذا 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 كذا، وانا ما اقبلش ان مراتي
الناس تتكلم عنها بالشكل البشع قوي ده وتكوني كده. وبصراحة انا مش عاجبني الوضع ده. المهم سمعت الكلام ده اتضايقت قوي. انا كنت بهزر وبضحك بحكم ان انا مفروض بياعة ببيع هدوم، فبالتالي بحاول ان انا ابقى في ضحك هزار علشان يشتروا مني. بس انا ليه اتفهمت غلط بالشكل ده؟ وليه هما شافوني كده؟ حتى الشخص الوحيد اللي انا اعجبت بيه وشفت ان هو ده ممكن يكون انسان ليا، هو كمان عمل معايا كده. ومن ساعتها وانا متضايقة وحزينة قوي وما بقتش عارفة اعمل ايه. ارجوكم قولولي اعمل ايه. دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحبة المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلتها بالظبط. امشي صح يحتار عدوك فيك. للأسف ممكن ضحك كلمة تلقائي الناس بقت بتفهمها غلط، ودي النفوس الضعيفة اللي بيفهموكي غلط ويفهموا ان انتي كده واحدة مش متربية، واحدة قليلة أدب، واحدة اللي هم فاهمينه. كل ده علشان خاطر بتضحك وبتهزر. من امتى الضحكة بتدل على عفة البنت؟ يعني اي نعم غلط ان احنا نتجاوز الحدود، غلط ان احنا نكون في مكان مغلق مع حد، غلط ان احنا نتجاوز اي حاجة، غلط ان حد يدخل لنا بالليل، طبعا ده غلط، غلط كل الكلام ده كله. بس لو حد تلقائي ليه يتفهم غلط بالشكل ده؟ ليه دايما نفوسكم مريضة لدرجة ان انتوا شايفين دايما ان البنت لا تضحك ولا تتكلم ولا معرفش ايه؟ طب ما هو ممكن تلاقوا واحدة لا تضحك ولا بتهزر ولا بتتكلم في المكان اللي هي شغالة معاكوا فيه، بس بدل المكان ده تكون مقضياها. للأسف اللي بيتكلموا بتلقائية ده اللي بيكون الكلام اللي في قلبهم على لسانهم، وبيكونوا مش حاسبينها أساسا. مش زي البنات اللي بيلفوا ويدوروا ويزوقوا الكلام ويفكروا في الكلام، دول اللي بيكونوا خابسين. لكن البنت اللي بتقول كلام كده تلقائي للأسف دي بتكون بنت طيبة جدا، وكلامها كله خلاص حاجة في قلبها فبتقولها على طول بكل تلقائية، وكل ما فيها اللي هو أنا ما قلتش حاجة غلط، هي بتقول بتلقائية. فاحنا ليه نحسبها كده؟ ليه تفكير الناس دايما سلبي؟ ليه تفكير الناس دايما بيبقى بالشكل ده؟ وفي الآخر بنظلم ناس كتير. اي نعم انتي غلطتي ان انتي تجاوزتي الحدود، غلطتي ان انتي خرجتي معاه ورحتي وشربك قهوة والكلام ده كله، فده كله فكروا برضو انك انتي لقمة سهلة. غلطتي ان انتي قربتي بالشكل ده من الدكاترة، هتقولي دي لقمة عيشي وبحاول اكسب زبون، بس بايدينا نكسب الزبون باحترامنا بأدبنا بكلمة حلوة بس في منتهى الأدب، بضحكة بسيطة مش أخد وعطا. لأن للأسف دلوقتي الناس ما بترحمش وبقوا شايفين إن الضحك الهزار الكلام ده كله للأسف انتي كده واحدة مش متربية، فانتي غلطتي في كل الكلام ده كله. قولي يا ستي الحمد لله إن هو كشفلك البني آدم ده من دلوقتي ما وثقش فيكي، أمال بعدين هيعمل إيه؟ يستحسن إنك انتي تسحبي ورقك من المستشفى دي وروحي قدمي في مستشفى تانية وتعلمي من الدرس اللي انتي اكتشفتيه في المستشفى دي. اتعلمي بقى الدرس ده كويس جدا، ومش اي حد يضحك معاه، مش اي حد يهزر معاه. لازم يبقى في حدود في الشغل، لازم ان احنا نوقف اي حد يجي يكلمنا عند حدوده، ونخلي دايما في حدود. لان لما يبقى في حدود محدش هيقدر يتخطى الحدود دي، ومحدش هيقدر يطلب منك الطلب اللي الدكتور اللي معندوش ضمير ده طلبه منك. فانتي قدمي ورقك وروحي في مستشفى تانية أحسن وابدأي من جديد. وأهو درس اتعلمتي منه. محدش فينا معصوم عن الغلط، كلنا بنغلط لأن احنا مش ملايكة، احنا بشر، وطالما بشر يبقى هنغلط، وكلنا طبعا بنغلط، بس لازم نصلح ونتعلم. والدرس اللي هو لازم ناخده ونشوف احنا عملنا منه ايه
ونبدأ نصلح من نفسنا فيه، ونبدأ ان احنا نقوي من نفسنا ونقول احنا غلطنا في الأخطاء دي فاحنا هنصلحها في اللي جاي. مش معنى كده اوقف حياتي واقول لا، الحياة بتمشي وبتستمر، بس نتعلم ونقول ايه الصح من الغلط، اعمل ايه وما اعملش ايه، اسوي ايه وما اسويش ايه. نتعلم من كل حاجة عملناها اذا كانت حلوة ولا وحشة، ونعرف ايه اللي احنا المفروض نعمله. امتى نوقف اللي قدامنا عند حده، امتى نوقف ضحك، امتى نوقف هزار، امتى وقت الجد، امتى. كل حاجة يبقى ليها وقتها، وتبطلي الضحك والهزار لان للأسف بتتفهم غلط. يمكن نيتك ما فيهاش اي حاجة وكنت تلقائية وعايزة تشتغلي وعايزة ان انتي يبقى ليكي اكتر من دخل، بس الناس ما بقتش ترحم. فانتي ابعدي عن كل ده وابدأي من جديد في مكان جديد، واكيد ربنا هيعوض عليكي بحد احسن، وربنا يوفقك في حياتك، واكيد ربنا هيرزقك بكل خير. ودي كانت وجهة نظري انا، ولو حد عنده اي وجهة نظر تانية يسيبها في الكومنتات، ولو حد عنده اي مشكلة يبعتها لي على رسائل الصفحة، ونشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة.